السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات قناة أكلات مطبخ مزيكا. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل جديد بعد ما عملنا قبل كده مخلل اللفت. النهاردة هعمل لكم مخلل الليمون، برضو ازاي نعمله عشان شهر رمضان الكريم بإذن الله لما يخش علينا كده نكون عملنا المخلل وحضرنا نفسنا. بس قبل ما نعمل اي حاجة عايزين نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله عشان نكتر اسرتنا في قناة اكلات مطبخ مزيكا. ويلا بينا على المكونات. وزي ما انتم شايفينها كده قدامكم، عندي 3 كيلو ليمون. طبعا جايب ليمون انا من الكبير عشان انا بحب الليمون الكبير، ما بحبش الليمون الصغير، كمان عشان الحشو اللي انا عامله. طبعا جنبه الحشو زي ما انتم شايفين. الحشو بسيط جدا، هو عصفر وحبة البركة وطبعا الملح. ولو انت مثلا من النوع اللي عايز تضيف شطه مفيش مشكله، عايز تحط فلفل، انا حاطط هنا فلفل، طبعا فلفل حراق احمر دقه في الهون وحطيته عليه. ممكن انت بقى تستغنى عنه وتحط شطه بس براحتك. ويلا بينا نبدا كده مع بعض نحشي. طبعا عندي برطمان برضو جديد، برطمان عشان اقدر احط فيه الساعه بتاعتي. هبدا بقى اعمل الليمون، بفتحه. طبعا انا بقطعه زي ما انتم شايفين التقطيعه دي عشان اقدر احط فيه الحشو. طبعا الليمون ني، انا عامل طريقه الليمون الني اللي هو بدون سلق، عشان في طريقه تانية اللي هي السريعه اللي هي بتتسلق. طبعا ببدا ارص كده بعد ما بحشي، واعمل كمان واحده. طبعا انا بشتغل وببدا اعمل الكميه كلها، فانا بوريكم بس الشكل والطريقه وازاي بتحشي وتبدا ترص. وبعد ما اخلص بقى هجيلكوا في الشكل النهائي وانا بحط الميه. وده الشكل النهائي بعد ما حشيت كل الليمون بالتتبيله اللي قلت لكم عليها ورصيته كله خلاص كده. الوقت زي ما انتم شايفين مقطع فلفل حراق نار مولع، ده هرصه بقى من فوق، ده يدي الطعم الحراق كده والتتبيله الحلوه. اهو بحطه كله، انا حبه مش كتير كده، حبه بس يدوا طعم. وطبعا انا محضر بقى عصر ليمون على شويه ميه وببدا ارص. انا ابدا اصب كله اهو، بكمل تاني. طبعا هنا لو احتجت تاني عندي فبصب تاني مفيش مشكله، عشان اكمل ان كله يبقى متغطي بفكره اللي هي الليمون بالميه عشان يقفل على الليمون. عشان لما اسيبه ممكن احط شويه ميه كمان مفيش مشكله. بس هي الفكره كلها ان لما بعمل كده ببقى عملت الشكل النهائي وظبطت. عايز احط شويه ميه بس احطها عشان يبقى كده خلصت وعملت. دي شويه ميه عادي بقى اللي هو مفيش مشكله، يعني انت خلاص انت مليت وكبست كله ليمون من الميه. دي بقى شويه ميه كده بس اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بحط عشان يبقى عملت كده الشكل. بجيب بقى الغطا بتاعي يعني ممكن سنه زيت لو انا عايز مفيش مشكله، حاجه بسيطه كده. انا اكتفي بالحبه دول. هجيب بقى الغطا واغطي بالليمون اهو. طبعا بغطي بقى كده بشكل محكم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بقفل عليه كده عشان ده هيفضل بقى مده لحد ما يستوي بس. وده الشكل النهائي للليمون المخلل في البيت، وبالهنا والشفا. ويا رب دايما اكلاتنا ووصفاتنا تعجبكم باذن الله، واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.